السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في القناه، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون فيه اقتراح الحليوه اللي هي سهله وبسيطه واقتصاديه واكيد لذيذه. انا متاكده انها غتعجبكم وغتعجب وليداتكم، وان شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا كذلك الطريقه ديال كاوكاو كونكاسي وكاوكاو بودره. ان شاء الله غنوريكم الطريقه باش غنخرجوا كاوكاو كونكاسي وكذلك غنخرجوا منه كاوكاو بودره. فما عليكم ان شاء الله الا انكم تتبعوا لا فيديو. متاكده ان الحليوه غتعجبكم. ندوزو ان شاء الله للطريقه والمقادير. عندي هنايا 500 غرام ديال الكاوكاو، هانتوما كيف ما كتشوفوا مفسخ ومقسوم. بالنسبه اللي بغات تاخذ كاوكاو وتفسخو، انا هذا ديجا شريته بحال هكا، ولكن الطريقه ديالو سهله، غير انا حيت كنت مزروبه فخديته بحال هكا منقي. هذا اللي منقي كيكون شويه زايد الثمن، شي درهم ولا ما 10 ريال على الثمن ديال الكاوكاو العادي اللي ما فسخش. ولكن من الافضل انكم الا بغيتو تجيبوا كاوكاو الرومي، ماشي البلدي هو داك الصغيور، والرومي هو هذا الكبير. كديري الماء كيغلى وكتلوحي فيه هاد الكاوكاو هذا وكتخليه كيغلى شي شويه، هو شويه مختلف في السليق ديالو على اللوز كنخويو غير في الماء طايب وكنخليوه. الكاوكاو لا، كتخليه يغلى شي شويه مع داك الماء، غير شويه ماشي بزاف صافي، ومن بعد كتسقطريه، يعني كتزوليه من داك الماء وكتخليه ينشف شويه وكتبداي تفسخي هذاك الكاوكاو وتيخرج لك بحال هكا. كنتي مزروبه بحال انايا هنايا في لا فيديو، يعني كنت ضروري خصني نوجد هاد الحليوه هادي. خديت 500 غرام ديال هاد الكاوكاو اللي ديجا منقي، كتزولي منه الا بانت لك شي حبه ماشي هي هذيك، وكتاخديه من عند شي عطار اللي انت كتواثقه فيه ونقي، فكتاخديه بحال هكا. ومع ذلك كتشدي واحد الزويف وكتمسحيه مزيان من الغبره، لان كيكونوا فيه شويه ديال الترسبات. كتمسحيه مزيان حتى تتاكدي انه تنظف. من بعد غادي ناخذوا ان شاء الله اي ماكينه عندك، هذه لاندو 3 او لا اي ماكينه عندك، غادي نطحنوه كيف ما كتشوفوا. كناخذ واحد الكونتيتي، كنطحن ما تنطحنش بزاف، يعني تضربي واحد 3 ضربات ولا 2 ضربات على حسب الماكينه ديالك انتي كي دايره، حتى تحسي به تهرمش. كتاخدي واحد الغربال اللي يكون العين ديالو شويه رقيقه باش كيهبط لك غير داك الكاوكاو اللي داير بحال الطحين، يعني الكاوكاو بودره، وكيبقى داك اللي مهرمش الفوق. فغنبقى مستمره على هذا الشكل هذا حتى نكمل 500 غرام كلها اللي عندي. هانتوما كناخذ هذيك الشبيكه وتنبدا نضرب ونغربل. هاد الطريقه البنات كتخرج لك كتر. انا علاش حبيت نشارك معكم الطريقه ديال الكاوكاو، مع العلم ان اغلبيه كاين اللي كيعرفها، حبيت انني نشاركها معكم باش فعلا تخرج حليوه اقتصاديه. لاننا مشينا ناخذ كاوكاو مهرمش، لاننا غنحتاجوه في الحلوه. الا مشينا ناخذوه وغناخذوا واحد 10 دراهم ولا 15 درهم، فما تبقاش حلوه اقتصاديه، هذه غتولي حلوه اللي مقيومه عندنا بالثمن. مع العلم اننا ممكن نجيبو كاوكاو ونخرجوا منه جوج ديال الحويجات اللي غنستافدوا منهم. كاوكاو بودره هانتوما كيف ما كتشوفوا ما غنرميوهش، غنحتاجوه وغنوجد معكم ان شاء الله حليوه به ان شاء الله من هنا لقدام. وكاوكاو مهرمش اللي غادي نحتاجوه في هذه الحليوه اللي ان شاء الله غنشارك معكم في لا فيديو، ها هو موجود عندنا تبارك الله. رانا درت به وشاط منه الخير، وعنده عدة استعمالات. تقدري تستعمليه في الحلوى، تستعمليه في الكيك، تستعمليه في التزيين ديال يعني حليوات. كاينه حليوه كتخدمي بهاد كاوكاو مهرمش، فعنده بزاف ديال الاستعمالات، يعني ما تيضيعش. غندوزو ان شاء الله للطريقه ديال الحلوى. غنحتاجو غناخدو كاوكاو بطبيعه الحال اللي هرمشنا، غنحتاجو منه واحد الكميه. عندنا جوج بيضات، قبيصه ديال الملحه، راه ما عرفتش واش تتبان لكم ولا لا، المهم قبيصه ديال الملح وجوج بيضات. عندنا 250 غرام ديال الزبده اللي غتكون بحراره المطبخ، جوج خمارات، هنا جوج معلقات ديال لا كريم باتيسري اولا الكاسترد، المهم لا كريم باتيسري، ثلاثه ديال المعلقات ديال الشوكولاط فيغميسيل، كاس ديال الزيت
عاديه، كاس ديال السكر والدقيق غادي نحتاجوه على حسب الخليط. ان شاء الله انا غنوريكم الطريق، يعني القوام ديال العجينه كي غيكون. غنبداو على بركه الله، غنحطوا الزبده. هنا ضفت الفيرميسيل كيف ما قلت لكم 3 ديال المعالقات ديال الفيرميسيل. غنمزج المكونات. هذيك الاضافه ديال لا كريم باتيسري بودره كتعطي نكهه بنينه الحلوه، كتجي غزاله. جربوها ان شاء الله واكيد غادي تعجبكم. هنا غنبدا نضيف الدقيق عادي، تنعرفوا الحلوه ما تتعجنش. غنبدا نضيف الدقيق وندخلو شويه بشويه بالاطراف ديال الاصابع حتى نوصل اولا نحصل على عجينه لينه. نتوما ان شاء الله غتشوفوا معايا العجينه القوام ديالها كي غيكون. المهم تقريبا هنا 500 غرام ديال الدقيق كتمشي معاه دقه دقه. غنضيفو داك كاس العنبه ديال الزيت، قبيصه ديال الملح، وهنا غناخدو غير الصفر ديال البيض. غناخدو 2 صفرة البيض انتما كيف ما شفتوا، والبيض ديال البيض ما غنرميوهش، غنحتاجوه في الاخر ديال الحلوه غادي نحتاجوه. ف خليته على جنب. غادي نمزج المكونات مع بعضياتهم سواء باليد ولا بالباتور. هنا ضفت لا كريم باتيسري. هذا هو القوام ديال العجينه كيف ما كتشوفوا رطب. وباش تعرفي بان العجينه يعني صافي راه صادقه عليك، كانتوما ملي كتكوريها ما تتهرس ما حتى شي حاجه، صافي راه هي ناجحه معاك و يعني خدات الدقيق الكافي ديالها. كيف ما شفتوا هذاك بيض البيض ها هو في الطبيس اللي عندي هنايا. كنهز واحد الكميه ديال الخليط وكنكورو ما بين يديا، ومن بعد كنمرمدو في بيض البيض اللي زولنا قبيلات. فحنا درنا في العجين 2 اصفر ديال البيض، وهو على برا يعني مرمدنا ديك الكره بابيض البيض. ومن بعد كناخذ واحد الكميه ديال الكاوكاو ندوزو فيها هذيك الكويره ديالنا من الفوق ومن التحت. غنبقى مستمره على هذا الشكل هذا. فهاد المقادير كتخرج لك الطاوه، يعني كيف ما شفتوا الطاوه عندي كبيره كتخرجها ليك حتى الكره كيجي القياس ديالها هو هذاك. اللي بغات تكبر تكبر واللي بغات تصغر تصغر. مي انا هذا هو القياس اللي مشيت به. غنبقى مستمره بحال هكا حتى ان شاء الله نكمل الخليط. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديالها، فانا من بعد ما كملت الفرن كيكون سخون من قبل. كنطيبوها بحال الشكل ديال غريبه. كنسخنوا الفرن مزيان قبل وكنديروها لتحت، يعني على الوجه ديالها تطيب على الوجه على حسب الفرن اللي عندك، واش غاز ولا يعني بالضوء، حتى تطرطق شي شويه. هانتوما كيف ما شفتوا من بعد كنطلعوها كتحمر من الاسفل. هنايا من بعد ما طابت وسالات، يعني تنوريكم الشكل النهائي ديالها. الفرن طيبناه فيها سخون، طرطقات شي شويه تتحمر، كتاخذ اللون الذهبي ديالها. كتردوا ليها البال لانها بسرعه كتحمر، ما تاخذش وقت طويل. هنا كيف ما كتشوفوا خديت واحد جهد 4 كاس ديال الكونفيتير، داك الكونفيتير السائل اللي كيدار في الحلوى. وكناخذوا الشتاء وتنبداو ندهنوا الوجه ديالها بداك الكونفيتير. هاد الاضافه ديال الكونفيتير كتعطيها لون زوين وفي نفس الوقت كتزيدها مذاق زوين اكثر. هانتوما كيف ما شفتوا غير تندهن تيتغير اللون ديال الحلوى بداك اللون ديال الكونفيتير. من بعد ما غادي ندهنها كلها بالكونفيتير غادي نردها للفرن اللي غنكونوا طفينا عليه وسخون. علاش غادي نردوها؟ باش غادي يبقى لاصق لينا الكونفيتير في بلاصه ديالو، ما تبقاش الحلوه منين نشدوها بدا يتعلك لينا الكونفيتير في يدينا.
هذا هو الشكل النهائي البنات، كتجي غزاله ولذيذه. كنتمنى انكم تجربوها، بنينه بديك النكهه ديال النكهه ديال الفيرميسيل مشات ليا سميتو الفيرميسيل، البودره ديال الكاسترد اولا البودره ديال لا كريم باتيسري. النكهه ديالو في الحلوه كتجي غزاله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، واللي جربتها تخلي لي كومونتير اولا اللي عجبها الفيديو استفدت منه. شكرا لكم، شكرا لدعمكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. خليت لكم الراحه.